السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من تغطيتنا لعملية إنشاء استاد الجيش المصري في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية. طبعا أول شيء هنتكلم عنه هو أرضية الملعب. أرضية الملعب طبعا جاهزة إنها تشتغل مكنة ستيتشنج عليها. مكنة الستيتشنج للأسف كنا واخدين وعد انها تخرج من الجمارك الاسبوع اللي فات، لكن للاسف حصل شويه تاخير وهم منتظرين انها تخرج الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بالنسبه لشبكه الري طبعا خلاص انتهت بنسبه 100%. الرشاشات تم تجربتها وكلها الحمد لله شغاله، وتم برمجتها على الزوايا اللي تقدر تم برمجه الرشاشات على انها تسقي الملعب بكل المساحه بتاعته كامله ان شاء الله. دلوقتي بدأنا في توقيع اماكن الاجوان كرة القدم، وفي انتظار ان احنا نصب القواعد العادية اسفل الجون علشان نركب فيها الجون ان شاء الله بعد الانتهاء من عملية الزراعة. بالنسبة للتراك دلوقتي بدأنا عملية الحفر لخط غسيل التراك. خط غسيل التراك ده بيبقى خط مية، الهدف منه ان احنا نغسل التراك ونرشه لو احنا محتاجين مية، فبنعمل خط غسيل للتراك، بنمد خط غسيل. حاليا احنا بدأنا حفر فيه، وفي خلال يومين او 3 بالكتير ان شاء الله خط غسيل التراك ده هيبقى خلصان. بالنسبة للتراك خلاص طبقة الدقشوم اللي اسفل الاسفلت خلاص يعتبر خلصت بالكامل وتم تسليمها الاستشاري، فاضل بس اجزاء بسيطة وهيتم الانتهاء منها. وبدأ كمان رشينا اكتر من نص التراك مادة MOC بتكون هدفها ربط بين الطبقات اسفل الاسفلت، وان شاء الله باذن الله. وطبعا هيتم تشغيل الاسفلت في الاسبوع المقبل. بالنسبة للكراسي فطبعا الكراسي زي ما انتم شايفين برضو عملية تركيب الكراسي ماشية على اكمل وجه، وان شاء الله باذن الله كل ما زي ما احنا شايفين كل ما ليها الاستاد بيظهر اكتر واكتر في عملية تركيب الكراسي. شكرا لمتابعتكم، اتمنى تدوس لايك وشير علشان يوصلك كل المحتوى بنقدمه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.